الميدان. في الوقت اللي كنا كنتحدثوا على الضربات او الركنيات، 4 ركنيات لفريق الرجاء البيضاوي، ياتي الهدف الاول لفريق الرجاء البيضاوي في هذه اللحظه. نشاهد مرة أخرى وبالعرض البطيء فريق الرجاء البيضاوي يصبح متقدما وهو الذي يلعب ب10 لاعبين فقط. نشاهد مرة أخرى، وقد سبق قلتها في الأول أنه الطريقة باش كيلعب طالب في وسط الميدان سوف يعاني منها الشيء الكثير مع الرجاء اللي كيلعب على اللقب. باش تلعب وسط ميدان دفاعي واحد وترمي با معمر على اليمين وانور على اليسار، فهذا شيء مجازف به. نظن بانه الطريقه باش يدخل بها طالب يتحمل فيها المسؤوليه في هذا. والهدف الاول لفريق الرجاء البيضاوي اللي جاء في الدقيقه 39. فريق الرجاء يلعب ب10 لاعبين، تمكن من تحقيق له الامتياز خلال هذه المواجهه ومتقدم. والطريقه اللي كيلعب بها فريق المغرب فاسي بحال اللاعب يلاه ب9 لاعبين، واللاعب كان ضربه راسيه في الاول ديال الحاج وبعد ذلك ياجور تمكن من توقيع الهدف في مرمى فريق المغرب الفاسي. المغرب فاسي كيبقى فريق كبير بالتاريخ ديالو بالالقاب ديالو، وكنظن بانه الطريقه ديالو خصها تكون تناسب هذا الفريق.